يقولوا ناس زمان: الجديد حبه والقديم لا تفرط فيه. وهذه هي حكايتي مع وصفاتي التقليدية في شهر رمضان. يعني نحب اني نبارتاجي معاكم وصفاتنا التقليدية اللي تعلمناها من الامهات ديالنا. نعم، هي الدولمة العاصمية الله بنة وكما يقولوا وشان وهمة وقيمة غذائية. دونك حبيباتي جيت نشارك معاكم لا فاشون تاعي كيفاش ندير الدولمة، وهي من الوصفات البنينه بزاف، سورتو حنا نصحاب الوسط نديروها بزاف. اول حاجه جبت المرميطه ديالي، درتها تسخن مليح، جبت شويه تاع الزيت، وزدت لها اكيد السمن. يعني السمن نستعملو بزاف لا كويزين ديالي، ويرافق بزاف وصفاتنا سورتو لي صوص بلانش. دونك درت 2 مغارف تاع زيت، مغيرفه تاع اكل تاع السمن، خليتهم يذوبوا، وجبت لي مورسو تاع الدجاج. هنا استعملت لو بولي، واستعملت لو كوتي من جهه لو كويس دو بولي باش هكذا طلق لنا البنه اكتر واكتر. زدت لهنا حبه تاع بصل الحجم كبير، بعد ما كنت نحيت منهم 2 مغارف تاع البصله. هنا ربيت حبه تاع بصله كبيره، وكنت نحيت منهم 2 مغارف اكل تاع البصله، ودوك تشوفوا واش رايحين ندير بهذوك المغارف اللي نحيتهم. الاضافه ديالي في الدولمه تاعي اني نستعمل 2 سنينات تاع توم. ربيتهم بهذه الطريقه. الدور تاع الثوم في هذه الوصفه راح تعطينا ان غو بلوس للدولمه ديالنا، وتكاسينا لو غو تاع البصله في لاصوص بلانش. يعني تعطي لكم هذيك الخفه في الذوق وبنه بلوس. يعني الثوم هو اللي يعطيكم هذيك البنه سبيسيال في الدولمه ديالكم. زدت المغرفه تاع تاع الملح عفوا. درت شويه سكنجبير. عفوا، لا فوا ديالي راهي ان بو. وزدت معاهم فلفل الاسود اكيد. هنا استعملت العود تاع القرفه. العود تاع القرفه باش لا صوص بلونش تاعنا ما تجيناش كيما يقولوا كحله، تجينا صافيه. دونك هادو هما التوابل اللي استعملتهم. حركت مليح لي مورسو تاع الدجاج ديالي، وخليتهم يتقلاو حوالي 10 دقائق. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي، بعد مرور 10 دقائق على النار كانت هاديه، زدت لهم شويه تاع الماء، حق كاس نقولوا كاس تاع ماء، ويكون الماء سخون. هنا علاش هادي كما يقولوا الطريقه باش تخلي كامل هادوك لي زيبيس يعاودوا يدخلوا في لو بولي تاعنا. دونك لو بولي ديالنا باش يجي بنين وما يجيش سامج، هذه الطريقه استعملوها باش هكذا كامل هذاك التوابل يعاودوا يدخلوا في لي بولي تاعكم. هنا غطيت الكوكوطه ديالي، هنا ما غلقتهاش كومبليتوم، خليت الزيت يعني كما يقولوا هذاك الدجاج يطيب لو طون لي ندير لا فارس تاعي تاع الفيونداشي اللي راح نحشيو بها الخضره. لهنايا جبت فيونداشي، والفيونداشي دائما نوصيكم ديروا الفيونداشي فري. 2 مغارف تاع البصله اللي خليتهم من البصله اللي سكرفشتها، زدتهم للفيونداشي ديالي. زدت حوالي مغرفه كبيره تاع لا شابلور لهنا الدور ديالها باش يجي الفيونداشي تاعي يجي طري. هنا استعملت مغرفه تاع الملح حسب الرغبه، وراح نستعمل بريسك لي ميم لي زيبيس اللي استعملتهم في لاصوص ديالي، يعني فلفل اسود، سكنجبير، برك القرفه استعملت البودر. دونك هذه هي التوابل اللي استعملتهم في لا فارس تاعي تاع الفيونداشي. دونك ننصحكم بزاف باش تشريو الفيونداشي اللي يكون فري، ما تشروش هذاك اللي يكون اون كونجيلي، باسكو يعطيكم ان غو ولا اغيير غو ماشي بنين في الماكله ديالكم. يعني جيبوا شويه بصح يكون بنين وفري. استعملت هنا على راس المغرفه تاع الماكله السمن اللي يعطيك البنه اكثر واكثر في العفاقس كما راكم تشوفوا حبيباتي. ولا هنا كنت استعملت الرز الابيض، ولا تستعملوا اي نوع من الرز بشرط انه يكون منقع في الماء على الاقل 10 دقائق. صفيته ودرت هذاك الفنيجل تاع الرز ديالي. دونك الظلمه هي يعني تجي بالرز. هنا فقست حبه تاع البيض، لكن هنا ما درتهاش كامل، يعني درت منها غير شويه باش هكذا نجمع بها لافارس ديالي، لافارس اللي راح تجي بزاف طريه وبنينه وفيها ريحه السمان. هنا تحبوا تزيدوا عفوا شويه تاع المعدنوس زيدوا، ما تحبوش تزيدوا انتم احرار، لاني رايح نستعمل معدنوس في المريقه ديالي. دونك نعجن مليح هذيك لافارس ديالي، هنا عجنوا مليح مليح باش هكذا الالياف تاع الفيونداشي تاعكم يترخاو. نبدا نعمر في الخضره ديالي. هنا استعملت القرنوس، استعملت الكورجيت، استعملت البطاطا، واستعملت الطوماطيش هذيك لانها حتزيد لنا البنه على بنه في لاصوص ديالنا.
دونك هذه هي. كاينة ملاحظة، بعد ما كنت عمّرت كامل هادوك الخضر تاعي، زدت لهم بالبانسو هذاك البيض اللي كنت يعني شاطلي، يعني نديرهم من الفوق باش هكذا نضمنوا باللي لا فارس تاعي يجو يعني الشكل تاعهم يجي أملس. دونك اعتمدوا على الطريقة ديالي. دونك الناس اللي يشتكيو إنه لا فارس تاعهم تاع الضلمة هكذا يجوك شغل كيما يقولوا كي الشوك، لا استعملوا الطريقة ديالي والله تجيكم هذيك لا فارس تجيكم هكذا ليس وتقعد لكم على حالها. دونك هذه هي. كملت مع كامل الخضرة كيما راكم تشوفوا حبيباتي. دونك انا اكدت في التصوير باش هكذا تشوفوا بلي كامل الخضره اللي استعملتها درت لها البانسو تاع البيض هذاك. من جهه ودخرى يعني بعد ما مر 10 دقائق ودخرين جبت الماء السخون من دار جديد ومرقت. هنا التمراق ما تمرقوش حبيباتي بزاف لاني هنا استعملت الكوكوطه. لهنا حاولت اني نحط الخضر غير بالعقل، ما تخافوش باسكو حنا كي استعملت كميه دونك كل وحده راح كيما يقولوا تكون قدام الخضره، يعني خدها باش هكذا الخضره ديالي ما تبوجيش بزاف. سيت كيفاش هادوك الخضره نحطهم غير بالعقل. ولهنا ملاحظة الكورجات سيو كيفاش يعني توقفوها، يعني ما تخلوهاش هكذا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، يعني غير بالعقل. يعني بعد ما تكونوا تحطوا كامل الخضره راح تقدروا انكم توقفوا هذيك الكورجات ديالكم. وكيما راكم تشوفوا حبيباتي لهنايا نعاود الملاحظه انه لما تستعملوا كوكوطه التمريق ما يكونش بزاف عالي، لانه كوكوطه راح تطيب لنا الطياب تاعنا يا ربي في ان كار دور حتى 20 مينوت. دونك ما ديروش المرقه وما تجيكمش المرقه تاعكم شورورو، وكيما نقولوا البنه تقعد في الخضره ديالنا. لهنا حبيباتي ستفت مليح هذيك الخضره ديالي، وزدت الاضافه اكيد اللي لازم نديروا الجلبانه. اذا ما كانت عندكم جلبانه تقدروا تغومبلاسيو في بلاصه الجلبانه ديروا الحميصه، لكن ننصحكم في الظلمه هاديه انكم تستعملوا الجلبانه. درتها من الفوق وزدت لها كيما يقولوا الورق تاع المعدنوس. المعدنوس ضروري في هذه الوصفه، يعني درته هكذاك من الفوق اللي يزيد يعطينا بنه اعلى بنه. نخلي الظلمه تاعي كيما يقولوا المرقه تاعها حتى تغلي، نغلق على الكوكوطه، نقسم لو فو وندير حوالي ان كاردور الى 20 مينوت تكون الظلمه تاعنا واجده ونحطوها بالصحه والهنا. دونك بارطاجيت معكم هذه الوصفه. ما تبيدر لي الحق لهنايا يعني الفيديو ما ينساش يحط لي جام، واذا كنتي اول مره تشوفي القناه ديالي ما تبخليش عليا بالجام، يعني ما خسرتي والو، ديري لي غير هذاك الجام ودير لك الاشتراك وربي يعطيك ما تتمناي. وهكذا نكونوا وصلنا الى نهايه الوصفه. دول ما واش نحكي لكم جات الريحه تاعها يعني الجيران يشموها لا الوغ بالصحه والهنا. وهكذا نحافظوا على عاداتنا وتقاليدنا، وسورتو ننصحكم بها سورتو في الايام الاولى تاع شهر رمضان باسكو تجي خفيفه، وهكذا حتى تتاقلموا مع الصيام. مع السلامه حبيبه قلبي.